عليكم خوتي حبابي صحابي كديرين لاباس؟ توحشناكم، شحال هادي ما هضرنا معاكم، شحال هادي ما قشبنا، شحال هادي ما جمعنا. المهم اشوني بديت هاد الايامات كنلوح فيديوهات على الله علا وعسى تحرك لاشين حيت اهملتها وخليتها نسيتها. وان شاء الله كنتمنى منكم اي واحد شاف هاد الفيديو هذا يدير ابوني ويدير جام ويعاون لاشين باش تطلع شويه ويولي فيها الرواج. نبداو نحطوا لكم فيديوهات يكونوا اللي باغينهم نتوما، حتى حنا كنديروا فيديوهات على حساب الرغبه ديالكم. يعني شكون باغي شي حاجه كيكتبها في كومونتير، ولا نتوما باغيين شي حاجه كتكتبوها في كومونتير وتقولوا لينا. بزاف ديال الدراري سولوني قالوا لي يا اخويا عندنا العائله ديالنا تمايا في اوروبا وهادي، شي يقول لي عندي في فرنسا، شي يقول لي عندي في اسبانيا، شي يقول لي عندي في الالمان، و تيقول لك واش غادي يعاونوني لا جيت ولا هادي ولا هادي ولا هادي، ولا كيقول لك حكا راه قال لي خالي غيجيب لي كونطرا، ولا قالت لي عمتي، ولا قال لي جدي، ولا ما عرفتش. المهم باش نقول لكم اخوتي قبل ما نبداو في هذه القصه هذه، كنتمنى منكم اللي كيشوف هذا الفيديو هذا دير ابوني ودير جيم الله يرضي عليك خويا. المهم نبداو في القصه. المهم عندي واحد صاحبي دابا، هذه قصه واقعيه الله في هذه الايامات هذه، باش تعرفوا باللي راه داك الشيء راه ماشي بحال قلتي ماشي كيما بغيتيها انت غادا تكون. دونك العائله ديالك راه تيقولوا لك جي، ولكن في نفس الوقت راه هما كاين اللي غادي يعاونوك وكاين اللي ما غاديش يعاونوك، ولكن الاكثريه ما غاديش يبغيو يعاونوك وما غادي يحملوكش تجي عندهم. هما تيقولوا لك جي عندنا، ولكن غير من باب انهم كيعرفوك وكتجي من العائله ديالهم، كيشوفوك هنا كيقول لك جي مرحبا بك، ولكن ملي كتمشي عندهم راه كيحاولوا يفروا فيك. علاش؟ انا نعاود لكم القصه ديال صاحبي كيفاش دايره، وانتم غادي تحكموا عليها وتعرفوا شنو غادي كيتسناكم الا جيتوا وعولتوا على العائله ديالكم هنا. ندوزو للقصه. دابا خوتي كاين واحد الدري صاحبي كاين هنا في فرنسا، نورمالمون هو كان في اسبانيا، نهار جا معايا حتى هو عن طريق تركيا واليونان وداك الشيء، بقينا جايين حتى وصلنا. المهم فاش وصلنا سلوفينيا ما تلاقيناش في سلوفينيا كنا في البوسنه. تفرقنا في البوسنه، انا دخلت قبل منه، بقات شهر ولا مع شهر ونص عاد دخل من وراي. المهم هو مشى لاسبانيا، ما عنده حتى واحد في اسبانيا، مشى لاسبانيا. انا جيت لفرنسا، انا دبرت راسي، انا كنعرف ندبر راسي الحمد لله. هو مشى تا هو دبر على راسو شويه، ما سلكاتوش اسبانيا، عنده العائله في فرنسا، بقاو عليه جي عندنا مرحبا بك، جي عندنا، ما تجي عندنا، ما تجي عندنا. المهم العائله ديالو عيطوا عليه، جا عندهم. ملي مشى عندهم نهار الاول ريح، نهار الثاني ريح، نهار الثالث ما قالوا ليه والو، نهار الرابع بداو المشاكل. كيفاش المشاكل؟ هما اش كيبغيو يديروا في العائله. انا عارف بزاف ديال الناس كيتفرجوا في هذا الفيديو هذا وما غاديش يحملوا راسهم اللي ساكنين هنايا، حيت يقول لك حكا ما حكا تيدوي علينا خايب. انا ما تندويش على كل شيء خايب، تندوي على واحد الفئه، حيت كاينين الناس مزيانين هنايا، ما نجمعوش كل شيء. المهم كما قلت لكم اخوتي، كاين النهار الاول دوزو مزيان، النهار الثاني دوزو مزيان، النهار الثالث دوزو مزيان. شويه بداو المشاكل، ما حملوش. النهار الاول علاش ما حملوش؟ مشى سيدي دبر على واحد البريكول، دبر على واحد المصيري. فاشنو دار به؟ مشى شرا واحد التخوتينات باش يبقى يتحرك بها. راكم عارفين اخوتي هنايا لو كانت عندك تخوتينات كتسهل عليك بزاف ديال الحوايج، كتمشي ديبلاصا بها، دير بها لي كورس، تمشي تقلب تبريكولي الا كنتي غير في نفس المدينه ديالك وكذا. هو كان في مدينه كبيره وما بغيتش نقول السميه، المهم في فرنسا. وصافي هي هذيك، شرا ديك التخوتينات، مشى مني دخل صافي ديك الليله داز مزيان. الليله الثانيه بداو تيقولوا لي علاش شريتي هاد التخوتينات؟ قال لهم لا راه بغيت نديبلاصا بها وكذا وهادي باش نقلب على راسي ان شاء الله. قالوا لي صافي ماشي مشكل. اشنو ولاو تيديروا؟ مشاو تعمروا الجيران ديالهم عليه، حيت هما ساكنين في داك الديور عاديين بحال داكشي ديال لي سيتي، بحال الضحى ديالنا حنايا، بحال ديالهم هما. مشاو سيدي عمروا الجيران عليه، ولاو الجيران كيعرفوه حتى هو كيدويو معاه داكشي، ولا تيجيو عندو تيقولوا ليه الجيران علاش شريتي هاد التخوتينات وما تطلقش ليك وانت ما ديرش وانت ما تفعلش. هي هذيك الاولى. الثانيه بقى شويه هكاك ضرب، عندهم شي 20 يوم الطوطال. انا كنحكي لكم هاد الحكايه ديال 20 يوم. المهم صافي هذيك
داز هذاك النهار، هذاك اليومين اللي بداو تيعمروا ليه عليه الجيران وداك الشيء. واحد النهار، المهم هو تيخرج يقلب على راسو. واحد النهار مريح كيريح مع ولاد عمتو، هذيك عمتو اللي مريح عندها هو عمتو وراجلها، المهم عندهم وليداتهم مزوجين ساكنين حداهم. المهم هو كيريح مع وليدات عمتو، كيريح معاهم في داك الحي ديالهم، كيريحوا هما وليدات عمتو كيسكروا داك الشيء عادي جدا. هو كيريح معاهم ولكن ما كيسكرش معاهم، غير كيريح معاهم. ناضوا ولاد عمتو كيعيطوا على عمتو، تيقولوا ليها راه فلان تيسكر وتيضرب القرقوبي وتيتحشش معانا، زعما مع الدرب في الحي، حيت هو تعرف على شي ولاد داك الحي وكيريح معاهم على حساب انه ما يضيعش يقلب على راسو في الخدمه، الا كيعرف الدراري يدبروا ليه ولا، وما يبقاش مريح في الدار بزاف عليهم باش ما يتقلش عليهم، بما قلب على راسو يخرج يقلب على راسو. المهم اخويا صافي داز داك النهار، نهار الثاني، نهار الثالث، نهار الرابع، نهار الخامس. صافي يا سيدي، واحد النهار هما يجيو عنده عايتو من ورا هذوك اليومين ولا 3 ايام اللي عيطوا فيها ولادهم عليهم، قالوا لهم راه كيتقرقب. جاو قالوا ليه خونا الا كنتي كتقرقب ما تبقاش تجي عندنا، حنا ولادنا ما تيديروا ما تيتقرقبوا ما والو. صافي هي هذيك. قال لهم لا والله ما كنتقرقب انايا، راه قاطع كل شيء. شنو اخر ثاني؟ كاين عندك حاجه اخرى ثاني، هي انه فاش ما كانش كيبغي يجي بكري، كان كيجي معطل حتى ل 11 بالليل. هو في نيته انه ما يتقلش عليهم، ما يبركش عندهم النهار كامل. يعني ملي كيخرج في الصباح كيفيق من النعاس ما كيبقاش يجي النهار كامل على قبل، باش ما يصدعهمش وما يبرزطهمش حتى من النافيغاج. كينافيغي وياكل في الزنقه، ما كيجيش عندهم، كيجي غير وقيته الليل باش ما يتقلش عليهم، حيت عارف هما باغي هو غير يبات عندهم، حيت ما كاينش فين يبات. شنو ناض راجل عمتو اش قال لي؟ ناض راجل عمتو قال لي يا سيدي ترى كتجي خاصك اخر ساعه تدخل فيها للدار هي 11 وقسمين، ما خصكش تفوت 11 وقسمين. الا فتي 11 وقسمين راه ما تبقاش تدخل عندي هنايا. شو الاسلوب باش ولاو تيهضروا معاه؟ الا فتي 11 وقسمين ما تبقاش تدخل عندي هنايا. صافي الدري دار بالهضره ديال راجل عمتو، قال انا راه ضيف عندهم، اللهم ندير سميتو ندخل بكري احسن ليا باش ما نجبدش الصداع وانا باقي يلاه جديد في فرنسا. ناضا سيدي انا كندوي لكم على الحراقه، باش من راه حارق الدري، ماشي بوراقي، يكون عنده وراقي يكون دبر على راسو. المهم ناضا سيدي ولا كيقول اجي نولي ندخل للدار مع 10 باش ما يبقاوش يغوتوا عليا وباش يصبروا عليا واحد شويه بما هزيت راسي. ولا النهار الاول دخل مع 10، النهار الثاني دخل مع 10، مع دخل هذاك النهار الثاني وينوض عنده راجل عمتو ويقول ليه وفلان وتشتك جاي دابا، راه الناس راه باقيين خارجين. قال لي حيت لقاهم تيتفرجوا في التلفازه في المرح في الصالون، لقاهم تيتفرجوا مجموعين. مع دخل مع 10 وينوض عندو ثاني راجل عمتو. هادشي راه كيديروا ليه بلانات باش يجريو عليه يديروا ليه بلانات باش يجريو عليه. قال لي راجل عمتو ثاني وانت صاحبي جاي بكري يا صاحبي، وانت راه الناس راه باقيين ما نعسوش، الناس باقيين يدوروا في الزنقه، علاش جاي دابا؟ علاش اصدق الدري ما فاهم واش يجي بكري ولا يجي معطل هذا هو البروبليم عاوتاني. دونك هما شنو بغاو يديروا ليه؟ بغاو يبداو يجريو عليه بشويه. يعني شنو هما كانوا كيقولوا ليه في الاول جي عندنا، وفي الاخر ملي بدا تيعرفهم كيفاش كيعيشوا ولاو تيقولوا ليه، بداو يخترعوا المشاكل باش يجريو عليه. المهم داز هذيك الاولى، الثانيه، الثالثه، نهار الثالث، الرابع، الخامس، الدري مشى كينافيغي على راسو، يبيع الكارو، يبيع الدخان، يبيع داكشي وبخير كيدبر شويه. المهم جا واحد النهار ثاني بغاو يجريو عليه، ما لقاو كيفاش يديروا، ما بقاوش لقاو عليه شي دليل. اشنو داروا؟ ناضوا هزوا التليفون عيطوا على امو وباه، وبداو تيقولوا لهم ولدكم راه كيتحشش، ما خصوش يبقى يجي عندنا حنايا، وما يبقاش يدير. ناضوا بداو تيشريو ليه الصداع مع عائلته، هو ما كيدير والو. يعني شنو بغاو يوصلوا ليه من هذا الميساج؟ باللي حنا راه مزيانين ولكن ما جرينا على ولدك الا هو كيدير علاش. فهمتيني؟ هذا هو فاش بقات. دونك ما جرينا على ولدك الا كيدير شي حاجه على قبلها. دونك هو شنو خصنو يدير؟ هو شنو دار؟ خوا ومشى في حالاته.
مشى في حالاتو، مشى مع صحابو دابا. وهذه قصه باش يديروها عبره للخوت، باش اللي كيسولني بزاف تيقول لي حكا العائله ديالي وكذا واش يجيو يعاونوني، هما في الاول غادي يقولوا لك شي، ولكن الثاني راه غادي يقولوا لك السلام عليك، غادي يقولوا لك تهلا في راسك، غادي يقولوا لك الله يعاون بطريقه. حيتاج هذاك الدري راه كانوا في النهار الثاني والاول والثالث راه مدخلينه، ولكن كيدوزو من حداه في الكوزينه ولا شي حاجه، كيحطوا شي حاجه على الجاد فوق الطابله واه كيحطوها، اولا كيجيو راجل عمتو كيبدا يدير فيها راه معصب زعما انا قلقوني شي حاجه، يبدا يتعصب دلعاني باش يسمعوا الهضره باش يخرج. المهم هذا كان درس الخوت باش تعلموا منه، وهذه راه قصه واقعيه وقعت هاد الشهرين هادي. وانا شحال هادي كنقول الدراري اللي بغى يجي يقلب على راسو، ما يمشيش عند العائله ديالو الا كان عارفهم مزيان، كيعرفهم واش كيسواو. حيت بنادم ملي كتدخل عنده للدار كتولي عارفو كيفاش كيعيش، يقدر يكون كيعيش على المساعده ديال الدوله، هو ما بغاكش تعرفو كيفاش كيعيش، واخا هو بوراقو هنا وبكل شيء ليه. المهم اخوت هذه قصه كانت استافدوا منها، وتهلاو ليا في راسكم الخوت. والفيديو الجاي غادي يكون على واحد الموضوع غادي نحطو غدا ولا بعدو ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم، كلشي دير ابوني وجاي مولا انستغرام الخوت، هو الانستغرام. تهلاو ليا في راسكم الخوت.